صح فطوركم البنات، واش حوالكم؟ واش غادي تكونوا كامل لاباس؟ اموركم مهنيه؟ واش راكم دايرين مع رمضان ومع الوصفات؟ اسكو بدات تتلفت لكم ولا ما زالت؟ المهم جبتكم اليوم بروتين مختلف لليوم التاسع من رمضان، ان شاء الله يا ربي يتموا علينا بالصحه والهنا. فيه وصفات مالحه حلوه، فيه تحضيرات تنظيمات، فيه كما يحب خاطركم. انا ولفت اني نطلع عليكم دائما ما ليلة اول مره تشوفوني انا جولي، ويعجبكم هذه النوعيه من الروتين، نقول لكم مرحبا بكم متابعة باش يصلكم كل جديد. نصلوا ونسلموا على أشرف خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كنت صباح بديت لهم ديريكت بحاجة حلوة. أنا بقت أختي ديرينا حاجة حلوة، ديرينا حاجة حلوة، أيوة بديت لهم بهذه التحلية السهلة السريعة غير بثلاث مكونات فقط. نديروا الطبقة الأولى بسكويت، أنا استعملت ماكاو خمسته في حليب بالشوكولا، ومن بعد رحت درت الكريمة اللي فيها 3 كيسان تاع الحليب، 3 مغارف تاع اللحظة، تقدروا ديروا حليب عادي، 3 مغارف تاع نشا، وديروا معاهم 2 مغارف تاع السكر، وديروا معاهم نصف كيس تاع فلون بذوق الفاني. ونحنا في الدار بما ان نحبوا البنان، لذلك درت لاباطاغوم تاع البنان باش ندير النكهه تاع البنان، وانتم تقدروا ديروها بالفراز بالشوكولا بوش حبيتوا، ونحطوها على النار حتى نتعقد لنا بهذه الطريقه، ومن بعد نفرغوها فوق هذيك الطبقه تاع البسكويت كيما هكذا بهذه الطريقه. كيما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي نوعيه تاع بسكويت. حطيتها تبرد لي، وجيت كان عندي هذا الخبز عنده وحده 3 ايام، وانا حطيته هكذاك باش يبس لي. على خاطركش في تحضيرات رمضان ما كناش درنا هذاك الشابليغ، اي كنا شرينا الخبز سبيسيال وخليناه غير حطيناه في وش يقولوا لها، حطيناه في الكويزينير، وجيت نرحي فيه هنا. هذه الطريقه تاعي تاع لا شابليغ ما نبدلهاش البنات، نقول لكم غير ديروها. نحكموا نرحوا كامل هذاك الخبز كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه بلا شوار، نص خبيته كيما راه، ونص راح نحمصه في على المقله. من بعد ما حمصته كيما هكذا راح تحصلوا على هذه النتيجه. نتبلوه بشويه تاع الكركم، لاني نحبوا زيت صفوريه هكذا، ديروا به كره الدجاج ولا كره اللحم، يجي ما شاء الله يجي اصفر الله يبارك روعه. وحطيته يبرد لي باش من بعد نخبيه. من بعد رجعت لهذيك الخضره كامل، جيت نستف فيه هذا الليمون كما راكم تشوفوا، حطيت فيه هذا المنظمات، حطيت ثانيك السلطه في هذا المنظم كيما هكذا. المهم كل حاجه حطيتها في بلاصتها. تسمى كان بابا كان قاضي وش خاص، يعني في رمضان ما نقضوش يعني اسبوعيا ولا كذا، كل يوم نقضي يعني على حساب واش يكون خاصنا. ومن بعد جبت كامل واش كان راح نديروا افطور. راح ندير معكم اليوم واحد الطبق يا البنات تونسي قمه في البنه، لازم غير تجربوه. جبت كمل هذاك الفيوند، وجبت اللحم، وجبت الجلبانه، وكملت ستفت كامل هذيك الخضره. مالغري الخضره راهي غاليه تقتل، والله يا ربي يقدر الاولياء. وشوفوا لي هنا الاثار تاع الكتوت البنات، ايماجيني وكون نحط الخضره في الجردينه نبدو ندخلوا فيها بشويه، يحكموا هذاك الخيار كامل ياكلوه. المهم هنا كنت جبت كامل واش نحتاجو للفطور. كنت جبت الفيوند، جبت الجلبانه، جبت هذا الزيتون الاخضر، راح ندير بيه واحد المقبله رائعه كنت نشاركها معاكم. كنت جبت ثانيك هذا واش يقولوا له، هذا الكوب باش دير اختي سوب. وكنت جبت ثانيك البيض. هيا عرفتوا الوصفه ولا ما عرفتوهاش؟ عبالي بلي كاين منكم ياسر الناس راح تعرفها. المهم هنا كملت حطيتهم كيما هكذا باش هذاك الملح اللحم عفوا يتنحى ليه التثلاج تاعو. وهبطكم معايا للجاردينه كيما راكم تشوفوا. هنا بدت الدنيا تخضر، واش نموت على هذا الجو كي يبدو الشجرات يديروا في الورق تاعهم، يبدو يديروا في النوار تاعهم. شوفوا هذه الشجره تاع الرمان، هذه تاع واش يقولوا له هذا نسيت اسمه. وهذه ما على باليش تاع خوخ وقاله ولا حبل ملوك ولا. هنا راهم دجاجات تاع بابا يجروا من بلاصه لبلاصه. وهنا شوفوا هذه تاع والله ما على بالي ثاني الشجره تاع واش. المهم هنا الجردينه ما نخرجوش لها ياسر البنات، لانه فيها كانوا فيها لي طرابو كما راكم تشوفوا مازالت ما كملتش. تسمى حبسنا في نص الطريق، عجل رمضان دخل علينا رمضان، تسمى حبسنا ما كملناش. كنا طلعناها فقط. هنا كما راكم تشوفوا هنا راهي ما زالت، هذوما الشجرات كامل راهم جدد، عاود اغرسهم بابا جديد كما راكم تشوفوا راهم بدو هذا وين يطلعوا في العروق تاعهم الخضراء هذيك. المهم انا نموت على الدنيا خضراء يا البنات، نموت عليها، يعني على قد ما نحب الدنيا خضراء ما نملش منها. المهم انا كما راكم تشوفوا مازالت الخدمه مازالت مازالت طويله. ان شاء الله كي نكملوا هذاك نشارك معكم كلش بالديتا، يعني مازلنا شارين السلعه ورانا تسمى كما قلت لكم كما دخلنا رمضان تسمى حبسنا كلش. هنا كاين هذه الشجره تاع القارص، وكاين هذه الشجره تاع المندرين، وهذيك الشجره اللي شفتوها تاع السفرجل. هذيك الشجره تاع السفرجل ناجحه خلاص الله يبارك. وهذه الشجره تاع القارص جديده. هنا هذه كان خدم بها هذاك
الراجل اللي جا دار له الشجرات هنا كما راكم تشوفوا مازالت خدمه مع المطر وكذا. المهم هنا كنت خرجت شويه شميت شويه هوا، والكوتي تاع الجردينه اللي ماني باش نوريه لكم لانه ما زالت فيه خدمه. ما زالت هذه بلاصتي المفضله اللي نحب نقعد فيها البنات، نحب نقعد هنا كيما هكذا ونقابل هذاك الدنيا ونقابل هذيك الخضر ونقعد قاعده ولا اروع، يعني منظر ولا اروع. المهم انا كنت قعدت انا وماما شويه. انا هذوما الحدود ثاني كشرينهم ومازال ما خدمناهمش، تاع البيبان تاع الجردينه والكراج. المهم هنا كنا دخلنا ديريكت للكوزينه بعد بيان سور ما نكونوا صلينا العصر، هنا دخلنا للكوزينه روطار هذه المره تسمى ما عندناش خدمه كبيره. المهم حطيت هذاك اللحم باش نديرو به الطبق تاعنا اللي هو عين اسبانيوليه، راح نديرو مع بعضنا اليوم عين اسبانيوليه، طبق راقي جدا يحمر لك وجه قدام ضيافك كل عيدك تحبي ديري حاجه بالطبع ننصحك انك ديريها. ديري قطع تاع اللحم اللي عندك، اي قطع دجاج ولا لحم، احنا بابا غير اللي ياكل اللحم احنا ما ناكلوشو. من بعد البنات ديري لها البصل، ديري لها الكركم، الزنجبيل، شويه تاع الفلفل الاسود وشويه تاع توابل مشكله، خلي كل شيء يتقلى مليح مليح مع بعضها، وبعد ارمي فيها عفوا هذيك الجلبانه وخليها تطيب، ولا تحبي ديريها بالزيتون ولا تحبي ديري غير صوص تاع اللحم فقط وحده. وخليتها تطيب كيما هكذا، وقلت خليني نجرب هذه المقبلات تاع الفلفل اللي راح تحتاجي فيها فلفل اخضر حار حلو وحار، وترحيهم مليح مع بعضهم، ومن بعد ديري فيهم كميه تاع زيتون. من بعد ترحي هذاك الزيتون معاهم وتفرغيهم كيما هكذا، تحبي تنشفيهم بالصفايه ولا تحبي حاجه سريعه 50-50، ديريهم كيما هكذا في المقله وتنشفيهم من كامل هذاك الماء تاعهم. بعد ما نشفوا لي من كامل هذاك الماء نديروا لها زيت زيتونه، ندير لها شويه تاع الخل ونديروا لها شويه تاع الملح، وانا نفضل القارص ونخليها تبرد. انا اختي هي اللي كانت دارت الحشوه تاع البوراك، هذه الحشوه المفضله تاع بابا، ما يحب ني فيوند ني بوليني والو، يحب هذه الحشوه وبزيد معدنوس. وبعد جيت نخدم في العين اسبانيوليه تاعنا. كاين شوفوا هذه الوصفه نص يقول باللي تونسيه ونص يقول باللي قسنطينيه، وانا مانيش متاكده باللي هي وصفه من اي منطقه، لكن على ما اظن العين الاسبانيوليه هي تونسيه على ما اظن. المهم عندي بصل مخصوص كاريات، انا خلطت بين الفيوند والبولي، وانتم تقدروا يا ديروا فيوند وحده يا البولي وحده. من بعد درت له قص زوز مغرف تاع لا شابلور، درت معها بصله مخصوصه كاريات، شويه تاع المعدنوس، شويه تاع الزيت، حبه تاع البيض وشويه تاع الملح، توابل مشكله، كركم وعكري، ونخلطوا كلش مع بعضه. والبيضات هاوليكم بعد ما غليناهم كما راكم تشوفون، بعد نجيبوا هذاك الخليط نفتحوه في الراحه تاع يدنا كما هكذا، ونحطوا فيه هذاك البيض كما هكذا، وزيد نملحوا هذاك البيض تاعنا شويه ونغلقوا عليها اغلاق محكم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ومن بعد نحطوها فوق البابي فيلم كما هكذا ونغلقوا عليها اغلاق محكم، لانه راح نديروها ديريكت تفورنا يا البنات كما هكذا حتى نكملوا كامل كميه تاعنا. انا درت 5 بيضات، 5 بيضات يخرجوا لك كونتيتي كبيره كبيره كبيره. خلا يا حبيتي تحلي العين الاسبانيوليه تاعك على المنتصف، ولا حبيتي ديريها رونديل كما درت انا هاوليكم. بعد حطيتها تفور. هنا كاين قريب المغرب سي بون، كنا بدينا نسجوا الى طابل، حطيت هذاك المقبله تاع الفلفل، ودرت لها كيما هكذا ضربه تاع زيت زيتونه. مالغري هذا زيت زيتونه ما حملتوش يا البنات، زيت زيتون هذاك الحر خلا، وانا فيه هكا طعم القوت على المروريه، وانا ما نحبلش حتى حاجه طبيعيه. ما عجبنيش، ما فهمتش، عجبني تاع القبايل على تاعنا احنا، تاع القبايل يهبل، بصح تاعنا احنا ما على باليش انا كان جابوا بابا من واش يقولوا لها الزرقاء. المهم كنت خرجت هذوكم الكريات بعد ما فارولي، حطيت اقليتهم، وهنا كان قريب من المغرب، انا ما عنديش الوقت لذلك ما خليتهمش يبردوا، انتم خلوهم يبردوا في غرضهم. وهنا بديت نقص فيهم كما هكذا بهذه الطريقه، وهاوليكم الشكل النهائي تاعها كيفاه تجي. وصفه قمه في البنه يا البنات، ننصحكم انكم تجربوها وتقدموها للعائله نتاعكم، خاصه اذا عندكم عرضيات في رمضان، هذا الطبق يحمر لكم وجهكم. انا قدمتها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا مع ضربه تاع المعدنوس. باش نقول لكم في البنه شهيدكم في الجنه حبيباتي، وانا متاكده باللي راح تجرب هذه الوصفه، راح تدمنها باذن المولى عز وجل، لانها وصفه ناجحه وتهبل، وانا متاكده بلي وصفتي كامل تحبوهم وتجربوهم وناجحين باذن الله، خاطر ما نشكش معكم حتى حاجه ما هيش ناجحه. المهم هنا بعد ما فطرنا الحمد لله يا ربي، كنا هنا هزينا لا طابل كما راكم تشوفوا. الحمد لله يا ربي، اللهم دم علينا نعمه علينا وعليكم. كنا هزينا لا طابل، ماما واختي راح يصلوا في التراويح، بقيت غير انا واختي هزينا لا طابل، غسلنا المواعين. مش راح ندير لكم هذاك الروتين عبالي مليتوا منه من الدار، ماش احنا عايز نعاودوه لكم، احنا نبقى نقول لكم غسلنا المواعين درنا كذا فرشنا درنا
المهم بعد ما غسلنا هذوك الماعين جيت ندير في هذيك التحليه، زينتها بكريم شانتي كيما هكذا. هذيك الكريم شانتي اللي شريتها هذا العام روعه. ومن بعد خبيتها في الثلاجه باش تبرد لي مليح هذيك الكريم شانتي. وهنا كيما كانوا جم التراويح قسمنا ليهم التحليه كيما هكذا، كل واحد يدي لابار تاعو. وجدت تحليه قمه في البنه تترعد يا مولاي. واحده التحليه تهبل تهبل يا البنات، ننصحكم انكم تجربوها. خاطر قمه في البنه وكامل عجبتهم. سهله سريعه التحضير، ما تكفيش ياسر في الكوزينه، عبالي بلي كامل مليتو من الوقفه في الكوزينه، عبالي بلي كامل مليتو من الطياب. معليش احتسبوها عند الله اجر يا البنات. كي تطيبوا كل ما تطيبوا انوها اطعام طعام، يعني انه اطعام طعام افطار صائم. حتى وين كنتي تفطري في العائله نتاعك فقط وتقولي بلي ما تجوزش، لا تجوز النيه انك اطعام طعام حبيبتي هكا باش تربحي اجرا، يعني باش تربحي انك تطيبي وفي نفس الوقت هذاك الطيب تاعك ما يروحش خساره كيما هكذاك. انويه اجر اطعام طعام صائم، لانه نيه اطعام طعام الصائم اجوراتها لا تعد ولا تحصى، ومنها عتق رقبه. من بعد معها كويس تاع التاي. وانا كانت معدتي وجعتني شويه، درت فيها تيزانه تاع نعناع. وكان هذا الروتين تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم وان شاء الله تكونوا حبيتوه. وخلوا لي راكم في لي كومونتير اذا يعجبكم النوعيه تاع لي روتين تاع. وهكا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى.